مش يلا بقى نروح يا مروة؟ يلا يا أبلة. ما لسه بدري يا طماطم يا بنتي. بس المعلم سند سبقنا وما نقدرش نسيبه لوحده في البيت. يعني هو هيخاف يا ست طماطم؟ مش واجب برضو تاكلوا معانا لقمة؟ العشاء جاهز يا جماعة، اتفضلوا. ملوش لزوم يا خالتي، اجعله عامر. يلا بقى يا مروة. نقعد كمان شوية يا أبلة. ايه يا ست طماطم مستعجلة على ايه؟ ما تمسك في مراتك يا باشمهندس. مرافض مين يا خالتي؟ مالكيش حق يا طماطم يا بنتي، دي مراته شرعا وعلى سنة الله ورسوله. مش قبل ما يفرش الشقة ويجهزها بالتلاجة والتلفزيون والغسالة وكمان ناخد القايمة. طب بس ايوه امال اختي مش هفية ولا ما عشان يتيمة يتاكل حقها؟ لا حول ولا قوة الا بالله. المراته قال لسه بدري خالص على الكلام ده يا جماعة. هو من جهة لسه بدري، هو لسه بدري فعلا. فين على ما يشتغل ويمسك الوظيفة ويقبض المرتب، وفين كمان على ما يدخل الجيش ويخلص مدة خدمته، ويا عالم يطلع امتى؟ تقصد ايه من الكلام ده يا كوثر؟ اقصد ان استلمت للباشمهندس محمد اخويا جواب استدعاء للخدمة العسكرية. مالك يا مروة؟ قلبي كان حاسس بيه؟ خلاص هتمشي وتسيبني. بكرة لازم اسلم نفسي. باين عليك زعلانة. اوعى تغيب عليا يا محمد، خلي بالك من نفسك. انتي خايفة عليا؟ الصبر طال يا محمد وما صدقنا. ما تخافيش يا مروة، انا هرجع لك بسرعة علشان نكمل اللي بنيناه، ويكون ابويا كمان كمل بنا الشقة وجهز اللي يقدر عليه. نفسي اصدقك. بكرة افكرك لما تشوفيني انزل كل يوم والتاني. ها اضحكي بقى، خليني اسيبك وانا مطمن. يلا بقى اضحكي امال. يلا. ايوه كده. الله. محمد، امي نايمة؟ ايوه يا ابني. احسن، مش عايزها تشوفني وانا ماشي. ليه يا ابني؟ انت خايف؟ اخاف من ايه يا بابا؟ من حاجات كتير. انا ابنك ودعواتك دايما معايا وبتنور الطريق قدامي. يعني لسه فاكرها؟ طبعا وحافظها. صلاح امرك للاخلاق مرجعه، قوم النفس بالاخلاق تستقمي. ما شاء الله ما شاء الله. تعلمت، نقلت حاجات كتير من الكتب الصفرة بتاعت زمان، ولحد دلوقتي لسه عايشة جوايا يا بابا. اعمل ايه يا ابني؟ اللي قدرت عليه. انا صحيح ما كملتش علام، لكن وانا بشتغل في المطابع الاميرية بتاعت بولاق كان الكتاب قبل ما يدخل الورش يتجلد كنت احب اقراه واحفظه صم عن ظهر قلب. وانا اتعلمت منك حاجات كتير يا بابا. كتب قيمة كانت بتقع في ايدي، عنترة وابو زيد الهلالي سلامة واشعار احمد بيه شوقي وقصص القرآن. ده كل اللي سبته لك غير شهادتك، لا عمارة ولا فلوس. مفيش غير حتة الشقة اللي حبنيها لك فوق من فلوس المعاش يا ابني. كتر خيرك يا بابا، ده كتير عليا، بس طول عمرك تقول لي تلبس جديدا وتعيش سعيدا. وده اللي حصل لحد دلوقتي، وكفاية عليا رضاك. انا ماشي يا بابا. برضو مش هتسلم على والدتك؟ البركة فيك، خلي بالك منها ومن اخواتي، وعرف كوثر ان بعت لها جواب المانيا. واخويا كمال قول له يذاكر كويس ويسمع الكلام عشان اجيب له معايا هدية كويسة. ومروة يا بابا، مروة مالها؟ مروة طيبة وبنت حلال وبتحبكم. ما تخافش عليها.